صباح النور. السلام عليكم. مرحبا بالجميع. نترقبوا حتى يكونوا معنا عدد من متابعينا. اليوم اخترنا الطبيعة باش نحكوا كما نحبوا، باش نحكوا حديث الصراحة ماكش جا ماكس بارتاج، لأن المساندين مساندي مسار 25 جويلية، مساندي مسار العز والكرامة، شباب تونس اللي حلموا ماكش جا ماكس بارتاج، اللي هذا المسار اخترنا اللايف هذا وقت الفطور باش نغصوا فطور المسؤولين وفطور الخونة وفطور المتلونين. واليوم اجاو نحكوا حديث الصراحة. تعالوا ماكس جا ماكس بارتاج، خلي يكونوا عدد من متابعينا لأن السينيال ضارب. اجوا نحكوا حديث الصراحة. شكون اللي كان من مؤسسي مسار 25 جويلية هنا؟ شباب تونس في الخارج وشباب تونس في الداخل. ماكس جا ماكس بارتاج نادى بتغيير المنظومة الفاسدة، ونادى بتغيير النظام، ونادى بتغيير الطريقة اللي تعاملوا بها في التونسيين في الخارج وتعاملوا بها في التونسيين بالداخل. الشعب التونسي والشباب التونسي أذكى من وقاحتكم، أذكى من المتلونين، أذكى من الناس اللي تضرب على المصالح الشخصية. اي تهددنا بالقتل، مرة زوز ثلاثة على المباشر ولا شيء. أين أنت سيد الرئيس؟ أين أنت سيد الرئيس؟ راهم المسؤولين هذوما اللي يطمنوا فينا، وكل مرة احنا ننقدوا وزير ولا ننقدوا مسؤول. رجال بكيتوها، نساء شردتوها، يا خونة يا كلاب. احنا ما عادش نخافوا على ارواحنا، رانا ماكس جا ماكس بارتاج. ربي ايمان صباح النور، ايمان من التونسيات، تحية لك من التونسيات الحرائر هنا في باريس، واللي قاعدة مساندة مسارنا وقاعدة مساندة المهاجرين غير النظاميين دون أي حسابات ودون أي شيء. شكرا لكم. ماكس جا ماكس بارتاج، دعمونا باش يوصل الفيديو هذايا متاعنا للمسؤولين. سيادة الرئيس، اليوم هنا رسالتي إليك. نعرفوا قداش الضغوط، نعرفوا قداش ثم متلونين، نعرفوا قداش ثم خونة، نعرفوا قداش ثم ناس انتهازيين، ونعرفوا اللي الانتوراج متاعك الكل راهم لابليبار انتهازيين ولابليبار عملاء. إلى متى؟ قداش من تونسي يلزم يموت باش تتحرر تونس؟ قداش من تونسي يلزم يتشرد؟ قداش من تونسية يلزمها تبكي؟ قداش من تونسي يلزم يرضخ للأمر الواقع؟ قداش من تونسي خرجت انا باش نتكلم بصوتي، صوت اللي هو صوت الكثيرين اللي قاعد يوصلنا راوخ النار، اللي قاعد يوصلنا في وسائل التواصل الاجتماعي، واللي ضربتوهم لنا واللي تحاربوا فينا انتم هنا في فرنسا يا كلاب، تحاربوا فينا. فهمنيش ولا الاحزاب القديمه تفهم فيها ولا الاحزاب القديمه والتعيينات السابقه ومسؤولين النهضه والكلاب اللي عاملينهم هنا تحاربوا فينا بابشع الطرق. ما تحبوش صوتنا يوصل، نجو ننقدوا مسؤول ولا كيفاش المسؤول هذاك ولا الوزير هذاك عمل لك كاكا، ولا الوزير هذاك مثلا اخرهم وزير الشؤون الاجتماعيه. سيد وزير الشؤون الاجتماعيه، دمع الرجال صعيب راهو الريتيفو يزي. علاش يا جماعه الشركات الاهليه؟ ما عنديش فكره انا علاش عملتوا لهم هكاكا. علاش المحسوبيه؟ علاش اخت وزير الشؤون الاجتماعيه تخدم في دار ترشنوه؟ علاش حقرتوا رجال المسار؟ علاش ضربتونا؟ علاش حاولتوا تدمرونا؟ علاش حاولتوا تسكتوا صوتنا؟ علاش حاولتوا تخوفونا؟ علاش؟ على خاطر ما تحبوش الحق. خاطر اسمع الترقيعات سيد الرئيس، ترقيعة قلنا احنا رانا المسؤولين السابقين هذوما السابقين الكل، التجمع والنهضة وعبير موسي والاحزاب الانتهازيه وهذوما الناس اللي تلبس في كرافتات وتبدا تكذب وتبدا تعفس الغالي والسمين وما على بالها لا مبادئ ولا قيم ولا اصول ولا حتى شيء باش توصل المناصب وباش توصل المراكز. راي الحاشيه نتاعك نحب نقول لك ماشيه بالبلاد لما لا يحمد عقباه. اخر حاجه انا التدوينه قلت اشعر أن هناك شيئا يحاك للسيد رئيس الجمهورية، وفعلا جاءت بعدين محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، والحكايات جاءت من ليبيا، ونائبة ليبية قالت راهي نائبة ليبية على علاقة بتركيا، نائبة ليبية على علاقة بتركيا اعطت الملف هذا. علاش وزارة الداخلية؟ نظفوا لنا وزارة الداخلية من السويس، نظفوا لنا وزارة الداخلية، لا نهاب إلا الله. نظفوا لنا وزارة العدل، نظفوا لنا الوزارات، نظفوا لنا المسؤولين السابقين. رانا قادرين على قيادة دولتنا، وقادرين على تقرير مصيرنا، وقادرين
على المضي قدم قادرين على أن نكون من الدول المتقدمة، قادرين، شبابنا قادر ونسائنا قادرين. أخطونا من هالعجائز الخونة، أخطونا من سياسة الانبطاح والرضوخ والخنوع، أخطونا من سياسة الرضوخ والخنوع والانبطاح للغرب والانبطاح للناس كل. يا خونة، يا كلاب، يا أشباه الرجال، يا طحانة، يلي ما تحشموش، نعلة الله عليكم. واحد كان جو راجل ماكس بارتاج، بكيتوا الرجال، شردتوا النساء، طلقتوا الناس من عائلاتها، دخلتوا لنا في حياتنا الخاصة، بعثتوا كلابكم باش يهدونا بالقتل 2000 مرة و3000 مرة، منعتوا علينا الإعلام الوطني، لعبتونا لعبة في الإعلام الوطني، حبيتوا تخلونا أضحوكة يا كلاب، يا كلاب. راهي يا سيادة الرئيس، راهي ثم دولة في وسط الدولة. راهو مش هذا المسار اللي جرينا عليه، راهو مش هذا المسار اللي ضحينا عليه، راهو مش هذا المسار اللي دفعنا دماءنا من أجله، راهو مش هذا المسار اللي احنا 5 سنين ما نخدموش، راهو مش هذا المسار اللي احنا يهدوا فينا بالقتل. ولا حماية إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نخاف إلا الله. بكلابهم هنا وبكلابهم الاجتماعات قاعدة تصير في الكوش، الاجتماعات قاعدة تصير في الرستورانات، الاجتماعات وتحضيراتهم قاعدة تصير من توا بمعاونة المسؤولين السابقين، بمعاونة المسؤولين السابقين في القنصليات وفي دار تونس وفي البلايص الكل. سيد الرئيس، قداش من تونسي يلزم يموت باش تنضاف البلاد، قداش من تونسية يلزمها تتشرد باش تنضاف البلاد، قداش من تونسي يلزم يغتالوه، قداش من سياسي يلزم يغتالوه باش أجيالنا، باش أولادنا، ما نحكوش على احنا، تعيش بسلام وتعيش بعزة وتعيش بكرامة وتعيش بأنفة وتقول ها أنا نحن. راهم ما يمثلوناش الرقاصين والرقاصات وذوما في التواصل الاجتماعي ويلبسوا كرافتات وذو مناصب في الدولة في الداخلية ولا تراوين، راهم هوكو هم مش قاعدين يوصلوا لك في المعلومة الصحيحة، راهم هذوكم هم قاعدين يحاربوا على مصالحهم بركة، راهم هذوكم هم قاعدين يحاربوا على الامتيازات اللي قاعدين ياخذوا فيها من الدولة والشهري من غير الدولة. دفعنا من جيابنا على تونس والتونسيين وما نقولوش تعرضنا لأبشع المضايقات، تعرضنا إلى في الشارع يضحكوا علينا الفرنسيس، في الشارع يحارضوا فيهم أبناء بلدنا، الاجتماعات تصير والتضييق في العيش والتضييق في السكن، الناس تخدم الناس تخدم وتجيب في السوارد وتبعث لبلادها، تبعث لبوها وأمها في الفلوس، وإحنا صورنا كانت على الوالدين ما نخدموش، ما خلوناش نخدموا، ما خلوناش نسكنوا، ما خلوناش نتكلموا، ما خلونا نعملوا حتى شيء. قداش من واحد يزم يموت، قداش من واحد يزم تقولوا مهبول هذاك، قداش من يا كلاب، يا طحانة، يا مسؤولي الدولة، يا كلاب. سيد الرئيس راهم حاشية خونة، وهاو الأيام بيننا كما تكتشفش كونهم خونة، كون الأغلبية خونة، وكون الدولة في وسط الدولة. علاش تبكوا في الرجال؟ علاش تبكوا في الرجال؟ معناها ما احنا اللي عملنا المسار. امس اختنا كوثر الكوكي ونحييها قالت اللي يزم يتقال، وهنا في باريس نقولوا اللي يزم يتقال، وكل المدونين يقولوا يزم يتقال، لكن المدونين باع خنقوهم. الناس اللي تساند المسار بصدق، الناس الوطنيين الأحرار، الناس اللي خدمت تونس بصدق، الناس تحارب فيهم، وأبناء المسار اللي جيتوا هنا نحي الشؤون الاجتماعية ماكس بارتاج، تندمجوا في الحكاية معاهم، ما تهزوش علينا التليفون وتولوا ضدنا، رانا نحاربوكم، معناها انتم متلونين وصبغوكم هنا بشوية امتيازات، وهم عندهم باريس وسنوات هنا في باريس وسنوات يملكوا الكوش ويملكوا كل شيء يملكوه، عندهم الديار هنا. يزيدهم السياسيين اللي هاربين الكل من تونس. سيد الرئيس، تمامه هنا كل في باريس، تمامه هنا كل في باريس، تمام الطحانة هنا كل في باريس، تمام هي الكلابة هنا كل في باريس. وعلاش احنا ما توفرناش حماية؟ ما توفرناش يحمينا الله، ما يصلحوا البلاد، ما راهو اللي دايرين بك حاشية، راهم حاشية كلاب. راهي التعيينات السابقة راهم قاعدين، راهم نفس يتلونوا مع التجمع، مشوا تلونوا مع النهضة، مشوا جو مع المسار، جو نحي المسامر المصدية. تونس معبية كفاءات، تونس معبية عرس، تونس معبية شباب، تونس معبية شباب قادر على أن يقود المسار، وقادر على أن يقود البلاد، وقادر على أن يقود العباد، وقادرين باش نكونوا سادة أفريقيا، وقادرين باش نكونوا سادة أفريقيا، وباش نكونوا سادة أفريقيا بحول الله. يوما ما سنكون سادة أفريقيا، لأن نورمالمون ما كان الطبيعي متاعنا سادة أفريقيا، سادة أفريقيا، لا خضوع ولا خنوع. ونعرف باش نتحاسب على كلامي هذا، وتخروا لي فيه الكل اللي خالق الراس قاطعة.
مساندين قيس سعيد. مي قيس سعيد فيق معانا يا قيس سعيد، النار قاعده من كل الجوانب يا قيس سعيد. يا سيد الرئيس راهو تنتظرنا محطات انتخابيه هامه. ماذا اعددنا المحطات هذه؟ راهم يكذبوا عليك المسؤولين لهنا، راهي كلها تعيينات سابقه، راهي كلها تخدم في مصالحها، راهي تخدم في عائلاتها الكل. راهو المواطن التونسي فد، راهم يحاربوا فينا، هدونا حتى بالقتل. افهمونا يا مسؤولين يا كلاب. السلام عليكم، سامحونا اخواتي، تحية تونس.